السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب سموحة أحمد سامي يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على سموحة وتتويجه بالدور ال44، ويصفع الزمالك وبيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بتتويج الأهلي بالدوري فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على سموحة وتتويجه بالدور ال44 ومواصلة سلسلة انتصاراتها التي وصلت إلى 20 مباراة، فقد صرح مدرب سموحة أحمد سامي وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: لقد قفلنا المساحات على النادي الأهلي خلال الشوط الأول، ولكن هناك العديد من الفرص ضاعت على النادي الأهلي بفضل تألق الهاني سليمان، ولكن في الشوط الثاني ظهر الأهلي على حقيقته، وهذه هي شخصية النادي الأهلي، دائما يأتي في المواعيد الكبرى. فهذه المباراة بالنسبة للنادي الأهلي لا تقبل القسمة على اثنين، ومارسيل كولر كان يريد الفوز علينا بأي طريقة لكي يسافر إلى بلاده وينهي الدوري رسميا لإراحة لاعبي النادي الأهلي. فالأهلي استحق التتويج بالدوري صراحة. فإن الإعلام المصري الذي كان يتغنى ببيراميدز ويقول أنه سيأخذ الدوري، وأكثر ما أغضبني قبل هذه المباراة هو الإعلام الزملكاوي الذين تطاولوا على شخصي وقالوا أنني سأفوت هذه المباراة لصالح النادي الأهلي لأنني أحد أبناء النادي الأهلي، ولكن الذين لا يعرفونه جيدا أن الأهلي لا يحتاج مساعدة أبنائه ودائما يفوز بعرق لاعبيه. فماذا يريد الإعلام الزملكاوي مني؟ فإذا كانوا يريدون الفوز على النادي الأهلي فلماذا الزمالك لم يلعب أمام الأهلي وانسحب ولعب أمام سيراميكا؟ أقول للإعلام الزملكاوي: ركزوا في الزمالك فقط، وعليكم التحضير لمباراة السوبر الإفريقي في السعودية أمام النادي الأهلي، وهنشوف سويا ماذا سيفعل الأهلي بكم. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.